السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم. طبعا الفيديو اللي احنا بنشوفه قدامنا دلوقتي ده تكملة للفيديو اللي فات، أو ده يعتبر جزء الفيديو اللي فات اللي كنا اتكلمنا فيه إن احنا إزاي بنولف نتاية أو ذكر اللي هو اليمام مع نتاية الحمام، وذكر الحمام مع نتاية يمام. يعني للناس اللي ما شافتش الفيديو برضه عشان تبقى عندها خلفية. الفكرة كلها اللي احنا حبينا ندخل يعني إيه نولف. احنا جبنا جوزين اللي قدامكم دول جوز يمام، اخوات يعني، او بيقولوا عليها ايه، فأس واحد. الجوز اليمام ده وجوز الحمام ده جوز واحد. فاحنا خدنا الذكر من هنا ركبناه للنتاية، وخدنا الذكر اليمام ركبناه لنتاية الحمام عشان نشوف بقى الانتاج او الخليط اللي هيطلع ايه. في الفيديو اللي فات احنا كنا لسه بنحاول ايه نخلي الحمام واليمام يولفوا على بعض، يعني حطينا كل واحد فيهم في عين من العيون زي ما شفتم، وسيبناهم مع بعض ايه لمده 3 4 ايام. لكن النهارده احنا في الفيديو ده هنوريكم بقى الايه النتيجه اللي هم بقى ايه ولفوا على بعض، ايه اللي حصل، وحاجات يعني هتشوفوها هتعجبكم جدا. نتيجه التوليف ده او ان هم ولفوا على بعض، ايه اللي حصل زي ما انتم شايفين كده. هتلاحظوا بقى ايه ان الحمام ذات نفسه، يعني الحمام عندك الجزء اللي هو الفرد الغامق ده والاسود مع التاني اللي هو القرطاس الفاتح ده. الرصاص ده هو ده الذكر، والفردة اللي هي السمرة دي النتاية من الحمام. واليمام قدامكم اهوت. هتلاحظ بقى ان اللي هم الحمام اللي قدامكم ده اخوات، ماشي. اما ده ولف على نتاية اليمام وده ولف على ذكر اليمام، ابتدى هو واليمام يلعبوا مع بعض زي ما انتم شايفين. لكن هو والحمام ايه بينقروا في بعض، بيضربوا في بعض زي ما انتم شايفين كده، وزي ما هتشوفوا طول الفيديو. فهم كده خلاص، هم دول ولفوا بقى، ده جوز وده جوز لوحده. يعني اللي هنا الحمام مع اليمام جوز، واليمام مع الحمام. زي ما انتم لاحظين اهو، شوفوا ذكر عمال يضرب في الحمامه التانيه خالص، بيضرب فيها جامد اهو عشان خاطر تبعد عن اليمام. كل واحد فيهم يعني زي ما بقول ايه ابتدوا بقى ايه يضربوا بعضهم بقى. خلاص هو بقى دلوقتي اليمامه بقت بتاعته، وهنا ذكر الحمام او نتايه الحمام بقى اليمام ذكر اليمام بتاعها. لكن اليمام هو بطبعه بيكون هادي زي ما انتم شايفين، وما بي يعني ايه ما بي بيقول عليها ايه مش مشاكس، يعني مش بيضرب، مش بيخش في مشاكل، يعني عاوز يعمل مشاكل. وباذن الله احنا الفيديو الجاي بقى اللي احنا منتظرينه بقى باذن الله يكونوا هم كونوا العش. يعني هم دلوقتي بقى لهم دلوقتي تقريبا داخلين في شهر اهوت مع بعض. وكمان احنا حبسناهم في مكان واحد بقى عشان ايه ابتدوا يتعلموا الاكل ويظبطوا الدنيا. الفيديو الجاي باذن الله يكونوا بقى كل واحد فيهم كون العش باذن الله بتاعه، وربنا يصلح الحال بس، ويكونوا ايه باضوا، ونشوف النتيجه كلها هتبقى عامله ازاي. لكن احنا اللي عاوزين نشوف هنا ان خلاص هنا الذكر مع النتايه ولفوا مع بعض، والنتايه مع الذكر مع ولفوا مع بعض، والاتنين اللي هم الاخوات اللي هو الحمام اخوات بقوا بيضربوا في بعض عشان خاطر كل واحد فيهم بيضرب ايه في التاني علشان خاطر الذكر بتاعه او النتايه بتاعته زي ما انتم شايفين قدامكم. كملوا الفيديو هتلاقوا زي ما انتم شايفين، شوفوا الذكر عمال يضرب فيهم كلهم. لكن اليمام بطبعه ما ايه مش مشاكس، ما بيضربش، ما بيعملش اي مشاكل. طبعا احنا زي ما هنشوف بقى النتيجة بإذن الله هنوريها لحضراتكم، ونعمل لكم فيديو تاني بإذن الله كمان. وبإذن الله يكون بقى العش يتكون بين هنا وهنا، وبإذن الله ربنا يصلح الحال ويكون في إنتاج بيض كمان يعني، وتبقى الدنيا كويسة يعني. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناة تربية اليوم مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.